السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا احباب، عاملين ايه؟ النهارده هنعمل بقى الاسوره بتاعه الخاتم والحلق اللي احنا عملناهم مع بعض. الخاتم ده والحلق بتاعه، فهنعمل بقى الاسوره علشان الطقم يكتمل. طبعا هنحتاج نفس شكل الخرز بس على اكبر شويه، هو نفس الابيض الجنجاه اهو. هنبدأ بقى ان احنا هنقطع اي مش انا مش هقيس مقاس محدد، انا هقيس مقاس كده حوالي يجي متر بالسلك وهقصه، ومش هعمل مقاس محدد يعني، علشان لو فضل مننا مش مشكلة. هنقوم احنا ايه، عاملين السلك ده من هنا كده عشان نعمل راس كده اهو بالطريقة دي. الطريقة دي نعمل الخرم ده كده، الخم ده وبعدين نروح نلف السلك على بعضه يعني 3 لفات مثلا. لفين مثلا لفين مثلا لفين مثلا عشان الكتان مطلوش كله الزقوكي مطلوش عشان شين شيلني كده بس شيلني بس كده يعملوا كل كسب واحد كده. وطبعا يا حبايب قلبي بودي حفيدي طبعا بيشرح لكم احنا هنعمل ايه. انا كده لفيت السلكة على الخرزة على طرف، والطرف التاني لفيته على السلكة. انا دككت الخرزة اهو، دخلت الخرزة، هتني الطرف حوالين الخرزة والفه على السلكة اللي هي ملضومة فيها بالطريقة دي. هلف كده لفتين او 3 لفات على حسب ما انا شايفة شكل الغرزة، وبعدين بثبتها بالبنسة المبططة علشان من ناحية اثبت السلك ومن ناحية تانية اثبت موقع الخرزة نفسها. ولضمت الخرزة في السلكة التانية اللي مش بنلف منها، وهرجع تاني الفها في العكس التاني، يعني الناحية التانية، يعني تبقى لفة على الخرزة من ناحية والخرزة اللي بعدها لفة عليها من الناحية التانية. طبعا بودي حفيدي قاعد بيشاركني العمل الفني، هو محب للعمل الفني طبعا، ان شاء الله تبقى موهبة فيه حلوة. ونلف طبعا على الخرزة زي ما انتوا شايفين كده اهو، بصوا. وهفضل ادكك كده للاخر خالص. انا هسيبكم بقى مع الفيديو، ان شاء الله تكملوه للاخر.
No. 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 وخرزة وعملتها في حلقتين كده، وعلقتها في الاسوره بالطريقه اللي انتوا شايفينها دي. هوضحها لكم اكتر على الورقه تشوفوها اهي. اهي بصوا جمالها. عملت لها كده مفتاح عادي زي ايه القفل العادي. يا رب يكون عجبتكم الطريقه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.